السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. ما تنساوش تضغطوا على زر الإعجاب وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد. اليوم رانا قدام قضية خطيرة تمس كل دار وكل عائلة جزائرية، صارت في البليدة وتتعلق بصناعة خبز التورتيلا باستعمال فرينة غير صالحة وتحويل الدقيق المدعم بطريقة مخالفة للقانون. الموضوع ماشي غير مخالفة تجارية، الموضوع صحة المواطن وأموال الدعم اللي راهي من جيب الدولة باش تعاون الشعب. خليونا نفهم القصة مليح ونشوفوا وش هي مخاطرها. القضية راهي انطلقت بعد معلومات وصلت لمصالح الدرك الوطني تفيد بوجود منشأة تصنع خبز التورتيلا بطريقة مش قانونية. بعد التفتيش تبين بلي المؤسسة كانت تستعمل دقيق مدعم موجه أصلا لصناعة الخبز العادي. الدعم هذا راهو مخصص باش يبقى الخبز بسعر منخفض للمواطن البسيط والزوالي، لكن تم تحويله لصناعة منتوج آخر اللي هو التورتيلا باش يحققوا أرباح أكبر. الأخطر من هذا أنه الفرينة والمنتوج النهائي تبين أنهم غير مطابقين وقد يشكلوا خطر على صحة المستهلك. الأرقام راهي صادمة، آلاف القناطير من الدقيق المدعم تم استعمالها، أموال بالمليارات دارت في هذه العملية. يعني ربح كبير، بس على حساب من؟ على حساب صحة المواطن وعلى حساب الدعم اللي راهو موجه للشعب كامل. هنا لازم نحبسوا مليح. الفرينة الفاسدة ولا المخزنة بطريقة سيئة ممكن تسبب تسمم غذائي، آلام في المعدة، إسهال، تقيؤ خاصة عند الأطفال الصغار، احتمال وجود فطريات أو مواد مضرة بالصحة إذا كانت غير مطابقة، استهلاك منتوج غير مراقب ممكن يأثر حتى على المدى البعيد. المشكل الأكبر أنه المواطن يشري وهو يظن راهو يشري في حاجة عادية، ما عندوش وسيلة يعرف واش داخل فيها. يعني المواطن هو الضحية الأولى والضحية الأخيرة. لما يتم تحويل الدقيق المدعم، المخابز اللي تخدم بالقانون راهي تتضرر والدولة تخسر أموال الدعم، السوق يتخلط وتولي المنافسة غير عادلة، في الأخير المواطن هو اللي يخلص الثمن. اليوم السؤال اللي لازم نطرحوه: هل الرقابة كافية في الأسواق؟ وهل العقوبات لازم تكون أقصى باش تكون رادعة؟ كيفاش نقدروا كمواطنين نحميو رواحنا؟ وش رايكم انتوما لو كان تكونوا في بلاصة المسؤول؟ وش هو القرار اللي تديروه؟ اكتبوا لي رايكم في التعليقات وبارطاجيو الفيديو باش توصل المعلومة، لأنه صحة المواطن وصحتك أنت ما فيهاش لعب. في فيديو قادم إن شاء الله، في حفظ الله ورعايته.